السلام عليكم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. احنا مكملين مع بعض سلسلة المعجنات، وهقول لكم النهاردة هنعمل ايه. عملنا احلى فطاير بالجبنة او بالعجوة، تقدري ان انت تعمليها سهلة وبسيطة وبدون اضافات كتير. هتقومي حالا ان شاء الله تعمليها، وهتعمليها احسن ما انا عملتها وتشكليها بالشكل التحفة ده. حاجات بسيطة جدا، انا هقول لكم كل حاجة في الفيديو ده. هقول لكم بدايل الحاجات اللي انا بعمل بيها، هقول لكم التسوية عاملة ازاي، هوريكم الفرن انا مولعاه ازاي. كل حاجة هنعملها مع بعض في الفيديو ده بأمر الله. نسمي الله ونبدأ بأول مكون معانا الحليب. هناخد كوباية وربع من الحليب. لو مش متوفر عندك الحليب هقولك هتعملي ايه دلوقتي. إيه، لو عندك لبن رايب برضو تقدري تحطيه. اخدنا كوباية وربع. هنملك معانا كوباية مية، هنخليها على جنب بمقدار 2 ملي جرام كده من المية. وهحط معاكم معلقتين خميرة، مثلا مقدار 12 جرام. وكمان هنحط نص كوباية سكر، حوالي 100 جرام كده. هنقلبهم كويس بدون اي اضافات دلوقتي، بحيث ان احنا نعمل تيست للخميرة. لو الخميرة كويسة هتعمل معانا فقاعات فوق كده على الوش، لو مش كويسة استبدليها فورا. طبعا انا هحط معاكم 40 جرام من الزيت، يعني ربع كوباية، و نص معلقة من الفانيليا او 3 باكت فانيليا، بلاش الفانيليا السايلة خالص. وكمان هحط معاكم معلقة من الخل. هنزل معاكم هنا بالدقيق. طبعا الدقيق مقدار 8 اكواب دقيق. هاخد بيضة، هفصل الصفار عن البياض واخد البياض بتاع البيضة فقط، وهعين الصفار لحين استخدامه. هقول لكم هعمل بيه ايه. هبدأ ان انا فضيت معاكم الدقيق في حاجة واسعة شوية عشان اقدر ان انا الف الدقيق مع المكونات اللي انا حطيتها. وبدأت احط شوية مية صغيرين. هقول لكم استخدمت مية قد ايه برضو في اخر الفيديو بعد ما اخلص عجن. وهبدأ ان انا احطهم على الرخامة كده وهنزل فيهم عجن. المية طبعا لازم تتحط بالتدريج. طول ما انت بتحط المية واحدة واحدة، طول ما العجينة بتاعتك تبقى هشة وطرية وقلبها هاشش من جوه كده، وما يبرولش معاكي خالص. فهبدأ ان انا اخدها كده شوية بشوية. طبعا العجينة كده بختبرها، وببدأ ان انا افتحها بتتقطع معايا خالص. هريحها على الرخامة دقيقة. اول ما تريحيها وتيجي ان انت تعجنيها بتلاقيها ناعمة، وبدأت تريح معاكي وتساعدك خالص. العجينة هتشوفيها كده هتقولي ان هي بدأت تطرى وبقت كويس. هتيجي تختبريها هتلاقيها بتبدأ تتقطع تاني معاكي، فمحتاجة خدمة اكتر. طبعا زي ما احنا عارفين المخبوزات عجينة كويسة، تحطي كل الخطوات وتعملي كل الطريقة، بس طول ما العجينة ما خدمتهاش مش هتخدمك في الخبز. هتفرش منك، هتبرول منك، هتبقى مكتومة، هتسيح وتفرش كده زي القرص. معايا معلقة كبيرة سمنة. مفيش سمنة تقدر تحط مكعب زبدة. مفيش مكعب زبدة هتستبدليها بزيت، بس هتقللي في البداية الزيت اللي حطيتيه. يعني في البداية حطينا ربع كوباية زيت اللي هم 40 جرام، نقلل الكمية 20 جرام، والعشرين التانيين نحطهم واحنا بنعجن. طبعا اول ما نحط الزبدة بتتقطع زي ما انتوا شايفين. اوعي تضيفي اي دقيق. هتكملي في العجين لحد ما تنعم خالص وتبقى تبارك الله بالشكل اللي احنا شايفينه. برضو هنسيبها دقيقة ترتاح. حبايب قلبي اللي ما بيقدروش يعجنوا وعندهم عجان طبعا يقدروا يعجنوا في العجان، ربنا يديهم الصحة يا رب. وفي العجان برضو تبدأي ان انت تريحيها، تفصلي العجان كل شوية. كنت بوريكم قد ايه طرية هي، فيها سن تلزيق كده، انا عايزاها تبقى كده. في بولة عندك هتدهنيها زيت كويس جدا علشان ما تلزقش وانت جاية تشيليها. وهتبدأي انتي بأي كيس عندك، استريتش راب، اي حاجة موجودة عندك تغلفيها كويس جدا. وهوريكم دلوقتي بعد ما غلفتها وخمرت كويس جدا المنظر عمل ايه. هوريكم دلوقتي. طبعا انا سبتها تخمر نص ساعة. في خلال النص ساعة بقت بالشكل ده. عايزة اقول لكم ان هي فتحت الاستريتش راب من الجنب وطلعت بالشكل ده. فانا قلت لها لا، كفايه عليكي كده خالص. نص ساعه كده كويس جدا، حجمها تضاعف تبارك الله، بقت بالشكل الحلو ده. هبل ايدي زيت كده وابدا ان انا اهبط العجينه. اهبط العجينه ليه؟
العجينة لازم تهبط علشان يبقى قلبها من جوه مش فاضي. يعني تيجي تعملي الفطيرة كده، الفطائر من جوه هتلاقي اللب بتاعها مش موجود، قلبها فاضي. فلما تهبطي العجينة بشكل لطيف كده بتدي قلب جوه للعجينة، والفطيرة بتبقى تحفة. مفيش اسهل منها. هبدأ ان انا اقطع العجينة لقطعتين، وهاخد معاكم قطعة قطعة. طبعا هقول لكم الحجم المفروض يبقى قد ايه. حجم البيضة 1.5 مرة. عايزة تكبري طبعا مفيش اي مشكلة، عايزة تقللي براحتك خالص، دي حاجة بترجع لحريتك. انا عاملاها قد البيضة 1.5 مرة. هبدأ اخد معاكم كل قطعة كده واعملها، وبعد ما اعملها لازم تغطيها، بعد ما تقرصيها كده القطع تغطيها باي كيس عندك يكون نظيف، اكياس اللي هي التلاجة، اي مشمع، اي حاجة موجودة عندك انت حباها لازم تغطيها عشان وشه ما ينشفش من فوق، وده طبعا مش مستحب. انا كنت بقطعهم بالشكل ده، بحاول على قد ما اقدر ايدي تظبط القطع اللي انا بعملها. وانا خلصتهم كلهم دلوقتي وبقوا معايا كده. طبعا هغطيهم زي ما قلت لكم علشان وشهم ما ينشفش من فوق. على بال ما خلصتهم كانوا بدأت العجينة ترتاح. لازم بعد كل مرحلة تريحي العجينة. كانت العجينة ارتاحت شوية، اخدت اللي انا كنت عاملاه في البداية وبدأت ان انا اكسر العرق بتاع العجينة. لما اكسر ده يعني اخلي العجينة تهدى شوية من العرق اللي فيها، يتكسر شوية. التكسير ده جاي من ان انتي بتقللي من العرق شوية علشان تعرفي تفرديه ما يلمش منك تاني. فانا هبدأ واحدة واحدة اعملهم كلهم بالشكل ده. عايزة تعمليهم بالنشابة بتاعتك مفيش اي مشكلة، انا هعملهم بايديا وارجع اعمل معاكم بالنشابة. طبعا سهلة جدا، مش محتاجة اي حاجة، تقدري تعمليها دلوقتي، مش هتاخد منك وقت خالص، ومكوناتها بسيطة جدا. وهقول لكم التسوية عاملة ازاي، واوريكم الفرن، هوريكم كل حاجة بأمر الله، فتقدري تعمليها. وطبعا تقدري هتعمليها احسن ما انا بعملها بكتير. تسلم ايدك وعينك مقدما. بالنشابة كده، وهبدأ ان انا افرد معاكم اول واحدة واقول لكم هنعمل فيها ايه. طبعا لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتعملي لي لايك وتشتركي بالقناة علشان اي حاجة بنزلها توصلك بأمر الله. هبدأ ان انا على قد ما اقدر اظبط الدايره كده بتاعه العجينه علشان لما اجي اقطعها تبقى مظبوطه. واي قطاعه عندك، مش شرط سكينه، عندك قطاعه بيتزا، اي قطاعه انت بتحبيها تقدري ان انت تقطعي. وتبدأي تحطي كل مثلث قطعتي على التاني. هبدأ ان انا احاول على قد ما اقدر اظبطهم. طبعا انا ايدي مش ميزان خالص، ايدي دايما ما بتظبطش الحاجة. فهبدأ ان انا احط المثلثات على بعض واقفلهم كده. هتضغطي عليهم النص ضغط عشان تقدري تحددي النص بتاعهم، وتبدأي تقفلي بالشكل ده. تجيبي كل حرف من هنا على حرف من هنا وتقفليه بالشكل ده. طبعا تقدري خالص تحشي جبنة، تحشي عجوة، تحشي ملبن، تحشي الفطائر اللي انت عايزاه، وتبقى بالشكل ده. انا القطعة التانية قلت انا هحشيها عجوة، اوريكم برضو انا هحشيها ازاي. بتبقى خفيفة وهشة. بتسيبيها برضو تخمر شوية على الصينية، اي صينية موجودة عندك، مش بتدهنيها اي سمنة ولا اي زيت ولا اي حاجة، على الناشف كده. وبتبدأي ان انت تحطي الفطائر عليها وتسيبيها لحد ما تخلصي، هيكونوا خمروا وبقوا كويسين جدا. طبعا زي ما عملت في المرة الاولى بحطهم على بعض وببدأ ان انا اسويهم كده واقفل بالشكل ده. بسيطة جدا وسهلة خالص، وشكلها بيبقى تحفة. طبعا عشان اقول لكم لو هتجيبي لبن ومتوفر عندك يبقى حلو خالص، مفيش يبقى علبة زبادي، مفيش لو شوية لبن قاطعين عندك كده وغلتيهم ورابهم تقدري تعجني بيهم. والله مفيش بقى خالص، تقدري ان انت تجيبي معلقتين لبن بودر تحطيهم، هيبقوا زي الفل. مفيش لبن بودر تقدري تعجنيها بمية وهتبقى تبارك الله زي العسل. هبدأ ان انا اقطعهم برضه وابدأ احطهم على بعض.
الفرن علشان تولعيه قبل الاستخدام تولعيه قبلها بربع ساعة. ما ينفعش المعجنات تدخل على نار هادية، هتفرش منك، هتبقى مبلطة ملهاش اي قلب، مش هتبقى عالية كده وهشة وحلوة. فالمخبوزات دايما لما بنيجي نحطها في الفرن بنحطها على نار عالية. الفرن حرارته قد ايه هوريكي دلوقتي في الفيديو. لو عندك في فرن البوتاجاز الشواية ما بتشتغلش مع اللي تحت، مفيش اي مشكلة خالص، هنشغل من تحت على اعلى حاجة، واول ما تحسي ان خلاص من تحت اللون بقى كويس تقدري تشغلي الشواية من فوق برضو على اعلى حاجة. هنا انا كنت حشيتها عجوة وهبدأ اقفلها بكل سهولة، وبنضغط عليها من على الوش كده ضغطة واحدة بس، وبنسيبها تخمر وتعلى. هوريكم دلوقتي لما خمرت وعليت بقت عاملة ازاي. هكمل بقية الكمية كلها معاكم وهوريكم في الاخر شكلها عامل ازاي وتسويتها عاملة ازاي. تقدري تعملي اي شكل انت عايزاه في الفطائر، تقدري تعمليها تقفليها خالص، تقدري تعمليها وردة، تقدري تلفيها، شوفي اي شكل يعجبك تقدري تعمليه، مفيش اي مشكلة. بالنسبة الفانيليا بلاش نحط فانيليا من اللي هي بتبقى السايلة، لان بتغير طعم